أمريكا. في قرية ساحلية نائية عاش شاب يدعى ياسين. كان ياسين شغوفا بالبحر، يقضي ساعات طويلة على الشاطئ يراقب الأمواج المتلاطمة والسفن الشراعية البعيدة. كان يحلم برحلات طويلة عبر المحيطات، لكن ظروفه المادية البسيطة ومسؤولياته تجاه عائلته منعته من تحقيق هذا الحلم. ذات يوم عثر ياسين على زجاجة غريبة مدفونة تحت الرمال. عند فتحها وجد بداخلها رسالة مكتوبة بخط جميل. كانت الرسالة من فتاة تدعى ليلى تعيش في جزيرة بعيدة. كانت ليلى تشعر بالوحدة في جزيرتها الصغيرة وتتوقع للتواصل مع العالم الخارجي. أعجب ياسين برسالة ليلى وشعر برغبة قوية في الرد عليها. بدأ يكتب لها ويروي لها عن حياته في القرية، عن البحر وعن أحلامه. استمرت المراسلات بينهما لسنوات، وكبرت معها صداقة قوية بينهما. مع مرور الوقت أصبحت ليلى وياسين جزءاً لا يتجزأ من حياة بعضهما البعض. كانا يتبادلان الأخبار والأحلام، ويشاركان بعضهما البعض في أفراحهما وأحزانهما. وعلى الرغم من المسافة التي تفصلهما، شعراً وكأنهما يعيشان في نفس العالم. قرر ياسين ذات يوم أن يزور ليلى في جزيرتها. جمع كل ما يملك من مال وباع بعض أغراضه وبدأ رحلته الطويلة. بعد أسابيع من الإبحار وصل ياسين إلى الجزيرة. كان استقبال ليلى له حار ومؤثرا. أخيرا تمكن ياسين وليلى من اللقاء وجها لوجه. كانت لحظات لا تؤنسى، مليئة بالفرح والسعادة. قضيا معا أياما لا تؤنسى، واستكشف الجزيرة معا. وفي نهاية الزيارة أدرك ياسين وليلى أنهما وقعا في الحب. قرأ الزواج والعيش معا في الجزيرة، وبذلك تحول حلم ياسين في الإبحار إلى حقيقة. لكنه وجد سعادته الحقيقية في مكان لم يكن يتوقعه. عاش ياسين وليلى حياة سعيدة في جزيرتهما الصغيرة. بنيا منزلا جميلا على شاطئ البحر، وزين حديقتهما بأزهار نادرة. كان يقضيان أوقاتهما في استكشاف الجزيرة والسباحة في مياهها الصافية وقراءة الكتب معا. ولكن السعادة لم تدم طويلا. فجأة ضربت الجزيرة عاصفة شديدة، دمرت الكثير من المنازل والمزروعات. فقد ياسين وليلى كل ما يملكان، وتعرضا لأزمة مالية كبيرة. لم يستسلم ياسين وليلى، قرأ العمل معا لإعادة بناء حياتهما. بدأ ياسين بصيد الأسماك وبيعها في القرى المجاورة، بينما بدأت ليلى بصنع الحرف اليدوية وبيعها للسياح. ومع مرور الوقت استطاع ياسين وليلى أن يعيدا بناء منزلهما ويعيدا زراعة حديقتهما. وعندما رزقا بطفلين ازدادت سعادتهما. لكن الحياة لم تكن سهلة دائما. ذات يوم مرض طفل ياسين وليلى مرضا شديدا. لم يكن هناك طبيب في الجزيرة، واضطر إلى نقله إلى المستشفى في المدينة. كانت تكاليف العلاج باهظة، ولم يكن لدى ياسين وليلى ما يكفي من المال. في تلك اللحظة الصعبة تذكر ياسين الرسالة التي وجدها في الزجاجة. كتب رسالة إلى صديق قديم كان يعيش في المدينة وطلب منه المساعدة. لم يتردد صديق ياسين في مساعدته. جمع المال من أصدقائه وجيرانه وأرسله إلى ياسين. بفضل هذا المال تمكن ياسين من علاج طفله، وتعافى الطفل تماما. منذ ذلك الحين أصبح ياسين وليلى أكثر تقديرا للحياة ولما يملكان. وعندما كبر أطفالهما رويا لهما قصة حبهما وكيف التقيا بفضل رسالة في زجاجة. وأصبح هذا القصة جزءا من تقاليد عائلتهما، تروى من جيل إلى جيل. وكبر أطفال ياسين وليلى، أصبحا شابا وشابة مثقفين يحبان البحر مثل والدهما. قرر دراسة علم المحيطات، وحلموا بإيجاد حلول لمشاكل التلوث التي تواجه المحيطات. ذات يوم اكتشف الشابان نوعا جديدا من الطحالب البحرية النادرة في مياه جزيرتهم. كانت هذه الطحالب تمتلك خصائص فريدة يمكن استخدامها في إنتاج طاقة نظيفة وفعالة. قرر الشابان أن يقدم اكتشافهما للعالم، سافرا إلى المدن الكبرى وعرضا اختراعهما على الشركات الكبرى والجامعات. واجه الكثير من الصعوبات، ولكن إصرارهما وتصميمهما على إنقاذ المحيطات دفعهما إلى الأمام. في النهاية نجح الشابان في الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروع كبير لإنتاج الطاقة النظيفة من الطحالب البحرية. أصبح مشروعهما ناجحا جدا، وساهم في حل مشكلة الطاقة في العديد من الدول. عاد الشابان إلى جزيرتهما وحولها إلى مركز عالمي لدراسة المحيطات والحفاظ عليها. أسن مؤسسة خيرية لتمويل الأبحاث العلمية في مجال البيئة البحرية.
أصبح ياسين وليلى وأطفالهما رمزاً للأمل والتغيير. أثبتوا للعالم أن الفرد الواحد يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً، وأن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة للجميع. نهاية القصة: عاش ياسين وليلى حياة طويلة وسعيدة، محاطين بأحبائهم، تركاً وراءهما إرثاً عظيماً، وألهموا أجيالاً قادمة للحفاظ على كوكبنا.